بعد تعرضه للعديد من السرقات، يخطط طبيب سادي للانتقام من المجرم التالي الذي يحاول سرقة سيارة. سنقوم اليوم بتلخيص قصة فيلم 4X4 لعام 2019. أثناء سيره في أحد الشوارع الهادئة، رصد سيرو برموديز سيارة دفع رباعي لا تحتوي على جهاز إنذار على لذلك تصبح السيارة هدفا سهلا. في ذلك الحي أصبحت الجريمة في ذلك الحي مشكلة خطيرة لدرجة أن السكان اضطروا إلى تعزيز المكان محاط بكاميرات المراقبة المنتشرة في كل مكان. ولكن هذا لا يكفي لتخويف سيرو. بعد اقتحام السيارة، يقوم المجرم بإزالة المسجل ويحتفظ بالشيء داخل حقيبة ظهره، ثم يجد نظارة شمسية ويقرر الاحتفاظ بها. قبل أن يغادر، لا يزال سيرو يترك هدية للمليونير الذي يمتلك تلك السيارة. بعد تبليل المقاعد الخلفية بأسوأ طريقة ممكنة، يختبئ الرجل حتى لا يراه المرة الذين يمرون. عندما يخلو الشارع مرة أخرى، يحاول فتح باب السيارة، وعندها تبدأ مشاكله. وبقدر ما يحاول سيرو، فإنه لا يستطيع فتح أي باب من أبواب السيارة الأربعة. ثم حاول فتح صندوق السيارة، ولكن مرة أخرى ركلات سيرو على النوافذ عديمة الفائدة تماما. وبينما كان يفتش في صندوق السيارة، وجد أداة حديدية للإطارات واستخدمها. ومع ذلك لم يحدث شيء. وبعد أن يئس سيرو من ذلك، مزق الزخرفة من أحد الأبواب ووضع ذراعه في الداخل من أجل فتح السيارة. ومع ذلك كل ما تمكن اللص من فعله هو إحداث جرح عميق في ذراعه. ثم يحاول بعد ذلك تدمير السجادة بحثا عن مخرج، لكنه سرعان ما يكتشف استحالة الهروب من هناك. وكمحاولة أخيرة للهرب، قرر أن يأخذ المسدس الذي كان مخزنا في حقيبة ظهره ويطلق النار على الزجاج الأمامي. ما لم يدركه هو أن الرصاصة ستعود وتصيب سارة. يشعر سيرو بالحيرة من صوت الطلقة، كما أن الجرح الذي أحدثته الطلقة تركته عاجزا عن الكلام. وبعد ثوان قليلة، عندما يعي المجرم ما حدث للتو، يخلع قميصه ويستخدمه لإيقاف على الرغم من الهجوم، إلا أن الزجاج لا يزال سليما. تمر امرأة بالقرب من السيارة ويحاول سيرو لفت انتباهها. يحدق الرجل ويترك على النافذة وهي تضع أحمر الشفاه ثم تغادر. على ما يبدو، من المستحيل أن يسمع أو يرى أي شخص خارجي ما يجري داخل تلك السيارة. يبدأ سيرو في الصراخ بشدة ويطلق بوق السيارة، ولكن لا شيء يجدي نفعا حتى الآن. ليس لدى المجرم أي فكرة عمن حبسه في ذلك القفص. كل ما يعرفه هو أنه في خطر كبير، حيث أن الشخص الذي قام بأسره قد قام بعمل شامل لمنع الغاز من إيجاد طريقة للهروب. خائفا، يأخذ الرجل هاتفه المحمول ويتصل بزوجته. ومع ذلك، وبما أن سيرو لم يحالفه الحظ في ذلك اليوم، فقد نفدت بطارية هاتفه الخلوي دون أن يتمكن من إكمال المكالمة. وفي مواجهة ذلك، يفقد إرادة القتال. بعد شرب ما تبقى من الصودا التي كانت مخزنة في زجاجة، يجلس الرجل في المقعد الخلفي مع أوساخه ويقرر الانتظار حتى يأتي شخص ما لإنقاذه. صحبته الوحيدة هي صرصار البحر الذي هو مثله محاصر في تلك السيارة. مرت 24 ساعة ولم يعثر عليه أحد. يستيقظ سيرو وهو يحتضر من العطش ويلعق بضع قطرات من الماء التي كانت تتدفق من النافذة في محاولة يعيد المسجل ويشغل بعض الموسيقى لإضفاء البهجة على نفسه بينما يحاول تحطيم باب السيارة. في تلك اللحظة، يتلقى اللص مكالمة من خلال الجهاز. مرتابا في الأمر، قرر الرد عليه. وبذلك يرحب الدكتور إنريكا فيراري، سجينه الدكتور إنريكا فيراري. يبلغ الرجل أنه أرمل وولد في كيلمز منذ 60 عاما. وبعد عد جميع المرات التي سلبت فيها ممتلكاته، فإن هذه هي المرة 29 التي يتعرض فيها. ولكن هذه المرة قرر أن يفعل ذلك بشكل مختلف. قام الطبيب النسائي بتركيب جهاز إنذار متصل بهاتفه المحمول. عندما يدخل شخص ما إلى السيارة، يتمكن من قفل الأبواب من خلال هاتفه. وبذلك يصبح من المستحيل أن يتمكن الشخص من فتح السيارة من الداخل. الطريقة الوحيدة لخروج سيرو هي استخدام المفتاح، وهو المفتاح الذي يمتلكه إنريكي. يقول الطبيب أيضا أن السيارة مصفحة بالكامل وعازلة للصوت. بالإضافة إلى ذلك، فإن النوافذ مستقطبة، مما يمنع أي شخص في الخارج من رؤية المجرم. يقول إنريكي إنه عاش خلال طفولته في أسرة من الطبقة المتوسطة، وكانت أبواب المنازل في عصره مفتوحة دون أن يحدث أي شيء. وأخيرا، يسأل الرجل سيرو عما سيفعله إذا أمسك بابنه وهو يسرق. يدعي المجرم أنه لا يعرف، فيغلق الطبيب. يغضب سيرو ويقول إنه سيقتل هنريكي بمجرد أن يصبح حرا. في تلك اللحظة، يتم تشغيل المكيف الهواء عن بعد ويغتنم اللص الفرصة لتبريد نفسه. ومع ذلك، في غضون ثوان، يبدأ المكان في التجمد. يحاول الرجل إطفاء الجهاز، لكن السيارة لا تستجيب لأوامره. يرتدي قميصه مرة أخرى في محاولة لتدفئة جسده. ثم يمزق سيرو قطعة من سرواله لإيقاف الجرح ويستخدم سجادة السيارة وقطع الورق لتغطية فتحات. بعد ساعات، عندما يكاد يتجمد من البرد، تبدأ درجة حرارة السيارة في الانخفاض مرة أخرى ويتلقى المجرم مكالمة أخرى. عند الرد على المكالمة، يسأل إنريكي نفس السؤال. يسأل عما سيفعله سيرو إذا وجد ابنه يسرق، فيرد الرجل مرة أخرى بأنه لا يعرف ماذا سيفعل. ثم يحكي إنريكي عن اليوم الذي تم فيه غزو منزل أبنه. وبينما كانت المرأة تقود سيارتها إلى المرآب، ظهر لصان واستولي على جميع الأموال والأشياء الثمينة. ولما يكتف بذلك،
بل أمضوا 3 ساعات وهم يصوبون مسدسا إلى رأس حفيده هنريكي وهو صبي. بعد ذلك قررت ابنة الطبيب أن تأخذ عائلتها وتنتقل إلى برشلونة بحثا عن مزيد من الأمان. بعد أن يروي إنريكي هذه القصة تنتهي المكالمة وتقترب سيارة شرطة من السيارة. تضيء بارقة أمل في قلب سيرو لأنه يعتقد أن الشرطة ستنقذه. يخرج أحد الضباط من السيارة ويفحص السيارة، وفي هذه الأثناء يصرخ الرجل ويطرق على النوافذ، ومع ذلك لا يكتشف الحارس وجود أي شخص بالداخل ويكتفي بإصدار تذكرة وقوف بعد ظهر ذلك اليوم يرى سيرو المطر يتساقط في الخارج بينما يعاني من العطش. يتصل به إنريكي مرة أخرى ويسأله عن اسمه ولقبه ورقمه، وفي مقابل هذه المعلومات سيحصل الرجل على الماء. يقرر المجرم أن يتبع تعليمات سجانه ويطلب منه الطبيب فحص خرطوم الغسيل في مؤخرة السيارة حتى لا يفقد. يأخذ سيرو الزجاجة ويتمكن من شرب بعض الماء القذر. مشكلته الكبيرة الآن هي الجوع. إذا استمر هذا الوضع فإن الرجل معرض لخطر الموت جوعا. في صباح اليوم التالي لا يزال الرجل ملتزما بمهمته في تدمير الباب، ومع ذلك فهو ضعيف ومصاب، لذا فهو يعلم أنه لن يتمكن من الخروج من هناك بمفرده. أخبر إنريكي أنه كان يعاني من الحمى بسبب إصابته بطلق ناري في ساقه عن طريق الخطأ. يسأل الطبيب عن حالة الجرح ويشغل جهاز التدفئة. أثناء حديثه عن يومه يقول إنريكي إنه ذهب في ذلك الصباح للحصول على نتائج فحصه واكتشف أن السرطان ينتشر في جميع أنحاء جسمه. إذا سارت الأمور على ما يرام سيكون أمام الطبيب أكثر من عام بقليل ليعيش. وبينما يروي الرجل تفاصيل عن السرقات 28 التي تعرض لها يتصبب سيرو عرقا وسرعان ما يفقد وعيه. عندما يستيقظ يكون مقتنعا بأنه لم يعد لديه الكثير من الوقت ليعيش. كان الجوع شديدا لدرجة أن اللص قرر أن يأكل ورقة أخذها من كتاب ليملأ. كان خوفه الأكبر هو أن يتم التخلص من جثته في مكان ما وألا تعرف عائلته أبدا ما حدث له. لذلك يبدأ المجرم بتخصيص الجزء الداخلي للسيارة بالكامل من أجل إعطاء دليل على أنه كان هناك لأي شخص يعثر على السيارة. ولكي لا يموت من الجفاف يبدأ سيرو في جمع السوائل لجسده ويشربها مرة أخرى حتى لا يموت من الجفاف حتى في أسوأ كوابيسه. وكان يمكن للرجل أن يتخيل أنه سيعيش في مثل هذه الحالة. بعد ظهر ذلك اليوم يظهر رجل آخر يحاول اقتحام السيارة ذات الدفع الرباعي، ولكن قبل أن ينجح في الجريمة يقترب منه رجلان ويبدأان في ضربه. يتحد بالمرة الذين يسيرون بالقرب من المكان لضرب اللص الذي لم يتمكن حتى من إتمام عملية السرقة. وسرعان ما تظهر الشرطة وتأخذه إلى مركز الشرطة. في الليل يشعر سيرو بالجوع الشديد لدرجة أنه يفكر في أكل الصرصور الذي كان يؤنسه خلال الأيام القليلة الماضية، ومع ذلك يغرد ويقرر تركه يعيش. في النهاية الحشرة في وضع غير مستقر كما هو الحال بالنسبة له. وبعد ساعات استيقظ بعد ساعات على مكالمة جديدة من يقول الرجل إنه في مزاج جيد ويخبره أن لديه قرن ألفا مخبأ في الجزء الخلفي من الاستراحة. وعلى الفور يركض سيرو للحصول على الحلوى ويلتهمها باستمرار. قبل أن يغلق الطبيب الهاتف يطلب اللص المزيد من الماء بالإضافة إلى سيجارة. ومع عدم وجود ما يفعله يراقب عادات سكان الحي ويلاحظ نمطا معينا يتكرر كل يوم. بهذه المعرفة لو كان سيرو حرا لكان بإمكانه تنظيف كل من يعيش في ذلك الشارع. أثناء الملاحظات أدرك اللص أن متسول الحي الذي كان يأكل في اليوم السابق تفاحتين فاسدتين وجد شريحة بيتزا في القمامة لأنه يشعر سيرو بالغيرة من ذلك الرجل المحظوظ. في وقت لاحق يواصل المجرم العمل على خطته لاختراق باب السيارة ويتمكن في النهاية من إنجاز هذه المهمة. تكمن المشكلة في أن الحفرة التي تمكن من صنعها باستخدام الأداة التي وجدها في صندوق السيارة صغيرة جدا لدرجة أنه على الرغم من صراخ سيرو بكل قوته إلا أنه من المستحيل تقريبا أن يسمعه أحد. وفي مكالمة أخرى من مكالماته يظهر إنريكي بأخبار عن إيرينا وليونيل زوجة سيرو وابنه. عند سماع ذلك يبدأ الرجل في التفكير في أن عائلته في ورطة، لكن المفاجأة أن إنريكي أعطاه بعض الأخبار السر. يدعي الطبيب أنه سلم 150 ألف دولار نقدا إلى إيرينا بحجة أن زوجها لعب اليانصيب وفاز، حتى أنه اقترح على المرأة أن تشتري منزلا لتجنب دفع الإيجار وأن تستثمر ما تبقى من المال في تعليم يقول أبنها. إنريكي إن سيرو لا يستحق العائلة التي يملكها الرجل، ويقول إن الرجل حصل على ملف المجرم من صديق من الشرطة واكتشف أنه قد قتل شخصا بالفعل. يحاول سيرو تبرير نفسه ويدعي أنه فعل ذلك للدفاع عن نفسه. أثناء عملية سطو أخذ صاحب متجر الإطارات سكينا ليهاجمه صاحب المتجر فأطلق سيرو النار عليه. وأخيرا يدعي أنه دفع بالفعل ثمن هذا الخطأ حيث قضى سنوات من حياته. يقول إنريكي أن سيرو كان المختار وحكم عليه الآن بعقوبة جديدة. في تلك الليلة لا يستطيع الرجل النوم فهو يعلم أنه سيبقى سجينا لفترة طويلة، لذلك يقرر مساعدة صديقه في لعبة الكريكيت في الحصول على حريته ويتمنى له حظا سعيدا. لاحقا وعن طريق الخطأ أثناء الضغط على زر الإشعال يتمكن سيرو من تشغيل يربط حزام الأمان ويرجع للخلف ويتسبب في حادث متعمد. وبهذه الطريقة يتمكن اللص من كسر زجاج النافذة وتحرير يتجول في الشوارع حتى يصل إلى أقرب متجر للوجبات السريعة. يفتح سيرو الثلاجة بسرعة ويشرب زجاجة ماء ثم يتناول شطيرتي همبرغر ويجلس لتناول الطعام.
في هذا الوقت يقترب حارس الأمن من المجرم ويأمره بالمغادرة، ثم يسحب سيرو مسدسه ويطلق النار على الرجل في صدره. في تلك اللحظة يستيقظ اللص ويدرك أن كل ذلك كان حلما. بعد أن سئم الصبي من المعاناة وفقدان الأمل في الخروج من ذلك القفص، يصوب المسدس إلى ذقنه ويخطط للانتحار. ومع ذلك فقد قطعته مكالمة هاتفية. يتوسل سيرو إلى إنريكي للسماح له برؤية ابنه مرة أخرى، لكن الطبيب يرفض الطلب. ثم يدعي اللص أنه سيقتل نفسه بنفسه، لكن سلاحه يفشل وتفشل خطته مرة أخرى. وبعد ثوان يأمر إنريكي سيرو بالنظر إلى الأمام، فتنطلق المصابيح الأمامية للسيارة لتكشف عن الوجه الحقيقي للخاطف. يركب الطبيب السيارة ويرش السيارة بالنكهة لتخفيف الرائحة الكريهة التي كان يأخذ إنريكي المسدس ويشعل سيجارة ويضعها في فم سيرو حتى يرتاح بينما يقوم الطبيب بتحليل جرحه. يصرخ الرجل من الألم بينما يقوم الطبيب باستخراج الرصاصة من وبينما يستجيب الرجل لنداء المريض، يأخذ سيرو المسدس ويطلق النار على الطبيب قبل أن يهرب. ومع ذلك لم يتعرض المجنون لضرر كبير، لذلك يبقى إنريكي على قيد الحياة ويذهب خلف المجرم. ولكن قبل أن يتم القبض على الرجل مرة أخرى، تظهر شرطية كانت تقوم بالدورية المحلية ويتم القبض على إنريكي متلبسا بالجرم المشهود. ويحاول أن يشرح أنه يعاقب اللص الذي اقتحم سيارته، ويحاول مع ذلك أن يشرح أنه يساعد الشرطة على القيام بواجبها. ومع ذلك يصوب الضابط المسدس إلى الطبيب ويصر على إطلاق سراح الرجل. وبعد مرور ساعتين لا يزال الوضع على حاله، حيث يرفض إنريكي إطلاق سراح سيرو ويؤكد له أنه يريد واحدا فقط لضمان تحقيق. يستغل الرجل وجود صحفيين ومتفرجين في الخدمة لاستغلال الموقف، ويسأل الجمهور عما يجب أن يفعله مع هذا المجرم، ويذكر أن هؤلاء الناس هم الذين سيقررون ما إذا كان على الطبيب أن يقضي عليه أو. عندما يدرك رجال الشرطة أن الناس يدعمون الطبيب، يقررون استدعاء أماديو للتدخل في هذه القضية. وفي هذه الأثناء كان إنريكي بجانب سيارته ومسدس مصوب نحو رقبته. بحلول هذا الوقت كان سيرو قد استسلم للقتال. يغمى على الرجل ويغيب عن الوعي، وينتظر دون وعي منه أن يقرر الرجل الذي أوقعه في ذلك الفخ حياته. لا يمكن للطبيب أن يقبل أن يقتحم اللص منزله ويسرق سيارته، وعندما يقبض عليه لا يمكن معاقبته. عندما يصل المفاوض المتقاعد إلى مكان الحادث، يخبر الطبيب أنه موجود هناك لمساعدته، ثم يقول إنريكي إن أفضل طريقة لمساعدته ومساعدة جميع السكان هي تطبيق القانون. ثم يقول أماديو إنه يتفهم غضب إنريكي، ومثله جميع الأشخاص الآخرين الموجودين في ذلك المكان غاضبون أيضا. ومع ذلك فإن هذا لا يوصل أي شخص إلى أي مكان. يمكن للطبيب أن يقضي على هذا الرجل، ولكن هذا لا يشكل فرقا بالنسبة للعالم، حيث يوجد الآلاف من المجرمين الآخرين. إن إزهاق حياة ذلك الشاب سيجعل إنريكي يلقي بحياته ومسيرته المهنية في سلة. حتى بعد سماع هذا الكلام لم يتراجع الطبيب، ويدعي أنه حتى لو لم يغير موقفه هذا العالم فهو على الأقل يفعل شيئا، وإلا فإن الخيار الوحيد هو مغادرة البلاد كما فعلت ابنته. ثم يدعي أماديو أن إنريكي قام بدوره بالفعل، حيث يبدو أن تشيرو قد تعلم الدرس. يطلب من الرجل إطلاق سراح المجرم، ولكن بدلا من ذلك التفت الطبيب مرة أخرى إلى المتفرجين الذين كانوا على مقربة منه. يسأل من تعرض للسرقة هنا، على الرغم من وجود قضبان على نوافذهم وأنظمة أمنية متطورة في منازلهم. في هذه المرحلة يرفع معظم الناس أيديهم لكسب ثقة إنريكي. يقدم له مفاوض الشرطة بعض الماء بإذن من الطبيب. بعد التخلص من جميع الأسلحة تتقدم نحوه شرطية وتناوله زجاجة، وقبل أن تتمكن من المغادرة يميل إنريكي ويقبل ظهر يد الشرطية. بعد شرب القليل يمرر الرجل الزجاجة إلى سيرو الذي كان يعاني من الجفاف. في تلك اللحظة يقترب أماديو ويطلب مرة أخرى أن يطلق إنريكي سراح الرجل. يقول إن زوجته توفيت ولم ينجب أي أطفال، لذلك يعيش أماديو بمفرده حيث لا يوجد لديه أقارب وقليل من الأصدقاء. في الوقت الحالي عليه أن يعيش على راتبه التقاعدي، وهو ليس يروي المفاوض كل ذلك ليوضح أنه ليس لديه ما يخسره على الإطلاق، ويقول إنه عندما ينتهي كل ذلك يريد أن يرحب بإنريكي في منزله لاحتساء الجعة. في ذلك الوقت يفكر الطبيب في ابنته ويفهم أنها لا تستحق أن تذكر بأنها ابنة الطبيب الذي قتل سارقا. لم تكن هذه هي الذكرى التي أراد الرجل أن يتركها وراءه قبل أن يغادر، لذا قرر إطلاق سراح سيرو ثم ركب سيارته. في تلك اللحظة يتم استلام المجرم من قبل الشرطة وتكبيل يديه. لا يكاد الناس من حولنا يصدقون أن الطبيب أطلق سراح ذلك الرجل الذي ظل محتجزا لمدة 5 ساعات. سيرو إلى السيارة بينما تحاول الشرطة الاعتقال إنريكي، ثم يرى أماديو فقط ذراع الطبيب وهو يضع ساعة العد التنازلي على سقف السيارة، وسرعان ما أدرك أنها قنبلة وطلب من الضباط التنحي جانبا. وبعد ثوان تنفجر السيارة ويحترق إنريكي. يشعر الجميع بالحيرة من نتيجة تلك القضية الغريبة، لكن تشيرو يتنفس الصعداء لمعرفته أنه خرج من أسوأ عملية سرقة في حياته على قيد الحياة.